انا ما بحبش ابقى الشخص اللي هو كده، لا انا بحب اللي هو ايه، شعبولي الدنيا بالبلد. قلت له ايه يا حبيبي عايز ايه؟ قال لي تعرف تهكر لي ببجي؟ كليه حاسبات يعني هاكر. التيم بتاعكم ترشح لمسابقه وان خدنا فيها مركز وخدنا فيها جوائز واتكرمنا وخدنا شهاده وبتاع اللي هو. فانت لما تيجي تقارن نفسك بحد ما تقارنش نفسك بغيرك، لا انت قارن نفسك بنفسك. انا بحب الكليه وافتخر ان انا من كليه حاسبات. انت عندك حد يشرحها؟ قلت له اه. قال لي مين؟ قلت له انا. بص لي كده، انا واحد كنت جايب 8 من 20 في الميد ترم، تقول لي يا عمر انا جبت ايه في الماده؟ قدمت على الاي تي اي وفي الاسئله مثلا يديكي مثلا باترن بتاع ارقام، يقول لك مثلا 2 4 6 8، ترى ايه الرقم اللي جاي؟ يوم في الثاني في الثالث في الرابع قعد مثلا بتاع شهر. فكنت حاطط سيناريو كده لحياتي، كله اتكسر كله باظ. قامت قالت طب يلا مبروك انت اتقبلت ممكن تبدا معانا من بكره. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست جي دي جي. النهارده الحلقه مختلفه شويه، هي هتبقى دردشه اكتر من احنا ماسكين موضوع بنتكلم فيه. معايا عمرو ادهم. على فكره بالمناسبه يعني عمرو كان اول حد اسمعه بيتكلم على السايبر سكيورتي اصلا في الكليه. بس اهلا بيك. ازيك يا هدير، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله كله كله تمام زي الفل. طيب احنا زي بدايه كل حلقه كل واحد بيبقى عنده حدوته هو بطلها، فانا عايزك بقى تحكي لي حدوته بقى من ايه، من الاول خالص. يا لهوي حدوته طويله قوي الصراحه. يلا احنا قاعدين عايزها من اول فين؟ من الاول خالص ومن قبل الكليه. انا كنت بني ادم طبيعي جدا في علم رياضه، كنت طبيعي عايز يخش كليه هندسه، بس ما كنتش عايز اخش هندسه بقى عشان هندسه. انا كنت عايز اخش هندسه المجال المعماري، لان انا كانت بنت خالتي كانت هندسه عماره. وكنت لما اروح لها زياره في البيت، فكنت اشوف بقى بتلعب بقى اوتوكاد وبتاع مش عارف ايه وحاجات غريبه من دي، فكان الموضوع عاجبني الصراحه. فخلاص من تاني اعدادي تقريبا من تاني اعدادي لحد ثانويه عامه، وانا كان اي حد يسالني انت عايز تخش ايه، اقول له انا عايز اخش هندسه عماره هندسه عماره هندسه عماره هندسه عماره. وفعلا بدات ثانويه عامه بس انا كنت للاسف كنت دفعه كورونا، دفعه مشؤومه للاسف. جينا في شهر 3 كانت الدروس وقفت بقى، يلا اقلب كل حاجه اونلاين واقعد في البيت. طبعا احنا متعودين على الاونلاين ولا متعودين على اي حاجه، فبالنسبه لنا الموضوع كان غريب، بس اتاقلمنا مع الموضوع يعني. فكان في جزء في اخر الفيزيكس اللي هو كان المودرن فيزيكس، فكان عندي مشكله فيه وكنتش عارف اذاكره. فوالدي كان بيتكلم معايا يقول لي انت عامل ايه ثانويه عامه دلوقتي، والدروس الاونلاين اخبارها معاك وبتاع، ولو محتاج حاجه برايفت قول لي، ما تشغلش بالك بالفلوس والكلام ده كله. فقلت له والله انا تمام، بس انا عندي مشكله صغيره في الفيزيكس الجزء الاخير. قال لي طب تعرف حد برايفت؟ قلت له لا بصراحه انا ما اعرفش. قال لي طب بقول لك ايه، ليه برايفت ما تروح لابن عمك. انا ابن عمي كان خارج 2008، كان ما شاء الله كان مقفل فيزيكس في 2008، فده كان اعجاز علمي طبعا. فكلمته رحت قعدت معاه وقعد بقى يشرح لي وذاكرت مع الفيزيكس. قال لي انت عايز تخش كليه ايه؟ قلت له والله عايز اخش هندسه. قال لي هندسه ايه؟ قلت له عايز اخش هندسه عماره. قال لي طب ليه مش فنون جميله؟ قلت له فنون جميله يا عم صلي على النبي، انا لا ليا في الرسم ولا ليا في اي حاجه من الحاجات دي كلها. قال لي لا، في كليه اسمها فنون جميله عماره. بالنسبه لي كان موضوع جديد طبعا. روحت عملت سيرش على الكليه دي، قلت لا هي احسن بالنسبه لي، كانت احسن بكتير من كليه الهندسه، ما فيهاش بقى سنه اعدادي بعد كده اتخصص الكلام ده كله. لا انا من اول يوم كنت في فنون جميله. فقلت خلاص، وشفت بقى رغبتي في اواخر ثانويه عامه، ان كان اي حد كان بيسالني يقول لي انت عايز تخش كليه ايه، اقول له عايز اخش فنون جميله عماره. منهم واحد صاحبي، ان هو لحد هذه اللحظه صاحبي، هو احنا اصحاب من حضانه. كنت بتكلم معاه في يوم قال لي انت عايز تخش كليه ايه؟ قلت له والله انا عايز اخش فنون جميله عماره وانا شايف نفسي فيها ومش عارف ايه، وحماس شباب بقى لو بشوح بايدي كده مني مش هممني حاجه. قام قايل لي طب يا عم كويس والله ربنا يكرمك، انا عايز اخش كليه حاسبات. قلت له ايه حاسبات دي؟ لا طبعا لا كنت افقه شيء اي حاجه في حاسبات، ما اعرفش اي حاجه في كمبيوتر ولا في حاسبات ولا في اي حاجه. قلت له ايه الكليه دي؟ قال لي والله دي كليه بتاخد فيها كمبيوتر وبرمجه ومش عارف ايه قلت له اعمل العبط ده يعني، حاسبات ايه وهري ايه، مش في الكلام ده، انا شايف نفسي فنون جميله وبتاع مش هخش غيرها. لحد ما جت نتيجه ثانويه عامه ولقيتني جايب ساعتها 92.8، وكانت اقل كليه هندسه ساعتها كانت واخده 92.9. فطبعا حلم كليه الهندسه ايه راح. قلت خلاص مش مهم، هخش فنون جميله عماره، انا كده كده ايه جايب مجموعه وتمام.
ودخلت قدرات فنون جميله وسقطت. فطبعا بالنسبه لي بقى ايه، كانت خبط لزق بقى، كله عمال يلطش فيا في الرايحه والجاي، مش عارف اعمل اي حاجه. لحد ما في يوم كنت في قاعده مع ناس قرايبي وحكيت له بقى المأساة دي كلها. قال لي انت طب ليه ما تخشش حاسبات؟ قلت له يا عم انا ما فهمش اي حاجه في حاسبات، انا اكيد كليه زي دي اكيد محتاجه واحد فاهم كمبيوتر وفاهم برمجه والحاجات دي كلها، وانا حمار، او اي نعم ما زلت حمار بس يعني مش مهم. قلت له انا حمار والله، انا ما ماليش في الحاجات دي كلها. قال لي مش مهم، قال لي انت كده كده بتخش الكليه بتتعلم كل حاجه من تحت الصفر. فالاول والله انا كنت واخد كلامهم على ان هو ايه بيكبر بخاطري وبيطمني بكلمتين عشان في الاخر ايه اسمع كلمه واخش الكليه. بس قلت ايه اسلم لله واخش الكليه واقدم على الكليه. جيت اقدم على الكليه في التنسيق، جات لي في طنطا. كانت فرق بيني وبين بين حسابات اسكندريه درجه، ان هي نص درجه ما دخلتنيش هندسه ودرجه ما جابتنيش حسابات اسكندريه. رحنا سالنا في الكليه، ساعتها احنا كنا بنحضر محاضراتنا في كليه علوم، ما كانش لسه لينا مبنى يعني. رحنا سالنا في كليه علوم، طب يا جماعه انا عايز اجي اسكندريه اعمل ايه؟ قالوا لي عندك تقرير اغتراب، بس ده في الاغلب ما بيتقبلش اصلا ساعتها، وممكن بقى تخش على الاقسام الخاصه. طب ايه اللي موجود خاص؟ ده موجود، قال لي سايبر سيكيورتي وانتليجنت سيستمز وبزنس. قلت بزنس يا عم كبر دماغك، انتليجنت سيستم شغل اي اي بقى وروبوتكس ومش عارف ايه والكلام ده كله، فيستك انا خليني في سايبر سيكيورتي. وكذا حد اصلا قال لي سايبر سيكيورتي. طب ده عباره عن ايه؟ انا ما اعرفش، انا داخل برضو كده ايه على الله ان شاء الله، داخل سايبر سيكيورتي كده بالحب. وفعلا دخلت الكليه، قدمت ان انا اقدم في اخش القسم الخاص، وفعلا لقيتني اتقبلت في القسم الخاص. وجيت بقى ايه اسكندريه، لقيتني بقى في داخل الكليه. انا كلمه خايف دي كانت قليله على اللي انا كنت فيه. انا كنت داخل الكليه مرعوب، مرعوب بمعنى كلمه مرعوب، اللي هو انا داخل بقى. وصاحبي كان اللي كان قايل لي هخش حاسبات دخل معايا الكليه، بس كان قسم تاني، دخل هو قسم اي اي. طبعا ده واحد بقى اصلا ما شاء الله في الكمبيوتر، فاهم في الكمبيوتر وانا ابيض، وكذا حد من دخلوا معايا الكليه فاهمين، وانا برضو ايه انا الحمار اللي فيهم. طب انا اعمل ايه؟ فكنت انا بقى ايه داخل الكليه مرعوب زي ما قلت لك. قلت بقى ايه لا انا هفوق، مش هسيب حاجه في الكليه الا هخش فيها. بالذات انا كنت في المدرسه يعني كنت انطوائي شويه. قلت لا انا عايز اخش الكليه، انا عايز اقلب بقى كل حاجه، انا ما فيش حاجه في الكليه هسيبها. وفعلا قدمت في كل حاجه، اتحاد ودخلت، اتحاد الجامعه ودخلت، انشطه طلابيه ودخلت، عملت كل حاجه ممكن تعمل في الكليه. وحقيقه كانت نقله كبيره جدا في حياتي يعني. فاول يوم كليه ده بالنسبه لي كان رعب. فبداتها جد. كنت انا بقى عارفه انت الشخص الرخم اللي بيقعد دايما في اول صف، دايما يقعد يسال كتير ويتكلم مع الدكتور كتير انا كنت الشخص ده. انا معترف انا كنت الشخص ده. كنت دايما الشخص اللي بيتكلم والشخص اللي بيسال والكلام ده كله، عشان انا لا انا محتاج افهم، محتاج اتعلم. انا لو هنافس وسط دول ولا حاجه، انا كنت محتاج اذاكر، محتاج اتعلم وبتاع. فكنت انا دايما الشخص اللي بيقعد قدامي، اللي بيسال، اللي بيذاكر اول باول والحاجات دي كلها، اللي ممكن يتبكس على ناس صحابه في الاساينمنتس ما يجاوبهمش. بمناسبه الكلام على الاساينمنتس، كان عندنا شيت كالكلس، كان عباره عن 20 سؤال. فانا كنت بحب ساعتها اخلص حاجتي ايه اول باول. فاول لما نزل الشيت، انا عارف الشيت كان رخم، فنزلت مع ناس صحابي قعدنا حليناه وبتاع، والشيت فعلا كان فظيع. جينا بقى ايه وخلصت الحمد لله وكل حاجه. جينا بقى قبل التسليم بيوم، فصحابي دخلوا ايه قالوا يا جماعه ايه يلا اونلاين ميتنج هنحل الشيت. فدخلوا هم بيدوروا عليا مش لاقيني، اما بعت لي عمرو انت فين؟ يا جماعه انا خلصت الشيت خلاص وسلمته، خلاص يعني هسلمه بكره يعني مخلص الشيت. قال لي طب خلاص خش معانا الميتنج وساعدني. طب ساعدهم يعني، انا قعدت اسبوع طالع عيني في الشيت عشان في الاخر تيجي لمده ساعتين. ماشي دخلت معاهم الميتنج، انا بقى شايفهم عمالين يلطموا في الميتنج مش عارفين يحلوا حاجه، وانا فاتح الميتنج مكبر دماغي منه بلعب باتمان على اللابتوب والله العظيم. فهم عمالين يكلموني يا عمرو يا عمرو يا عمرو يا عمرو، مش شايفيني بقى، مش سامعهم اصلا. فواحد فيهم قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له بلعب باتمان. مش هتمني مش يعني ما ينفعش تتقال يعني. بس فلا كنت في الكليه لا شخص مختلف تماما عن اللي قاعد قدامك دلوقتي. وبدات بقى الكليه جد، وكنت بذاكر وبتاع والحاجات دي كلها، وسنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه الحمد لله بقت عمرو سايبر. الحمد لله. ايه اللي خلاك تبقى الهوست في كليتك؟
يعني واحد بتاع الكليه ولا بتاع المكتبه؟ الاثنين. بتاع الكليه كان، ما انا زي ما قلت لك، انا اول ما دخلت الكليه نويت بقى ايه، مش هسيب حاجه الا اخش فيها. فاول حاجه ظهرت قدامي ساعتها كانت صفو، قلت اقدم. وانا واحد كنت بحب التصوير وكان معايا كاميرا ساعتها، فطب ايه صفوه دي ما اعرفش، بس لقيت فيها حاجه ليها علاقه بالميديا والتصوير، قلت ايه اخش. وفعلا دخلت. حتى انا ساعتها كان اول لقب طلع عليا في الكليه كان عمرو كاميرا او عمرو تخفيلات. كنت دايما امسك الكاميرا اقعد اغفل في كل الناس كلها، وكنت انا اللي ماسك اصلا كل حاجه خاصه بصفو من ناحيه التصوير. كنت ساعتها انا اللي كنت بصور. فجاء السنه دي كانت اول سنه اخش فيها صفو. كانوا قالوا لنا، كان ايه اللي حصل ساعتها؟ كان العميد بتاعنا قال لنا في دفعه جديده داخله وعايزينكم تنزلوا تقعدوا في تستقبلوا ايه الطلبه الجديده. طيب مين موجود؟ فدفعه سايبر ما كانش فيها غير دفعتنا احنا، انا بس اللي كنت، انا القسم بتاعنا بس اللي كان موجود، ما كانش في اي حد اكبر مني سايبر سيكيورتي. طب مين يا جماعه ممكن ينزل؟ طب ها طب عمرو ممكن ينزل. ونزلت انا فعلا ساعتها باسم سايبر سيكيورتي كلها. كنت دايما بنزل استقبل الناس، واي حد يسال عن الكليه او عن سايبر سيكيورتي كنت انا اللي بجاوبه. وبعد كده هو قال لنا يا جماعه احنا عايزين ايه، نعمل ايفنت الاورينتيشن. طب ده عباره عن ايه يا دكتور؟ والله هنعرف الكليه تاني بس بشكل اكبر بقى وباستفاضه، والاقسام كلها والمواد ومش عارف ايه وكلمه العميد وتكريم الاوائل، ليله كبيره كده. طيب انت عايز ايه؟ الله انا عايز سبيكر لكل قسم. طب مين اللي كان موجود ساعتها بيتكلم باسم القسم والوقت الاستقبال؟ هو عمرو. طب خلاص يلا بينا. وعملت بروفات ساعتها وايه، ودخلت وبقيت انا ايه يعتبر السبيكر بتاع ايه قسم سايبر سيكيورتي. ده بالنسبه بتاع الكليه. بالنسبه بتاع المكتبه، انا بقى عجبني موضوع البرزنتيشن ده الصراحه، انا لقيت نفسي فيه وحبيته. فلقيت بقى ان في ايفنت بيتعمل في المكتبه كل سنه اسمه اختر كليتك. الايفنت ده يعني بيحضروا ناس كتير جدا، بتاع 1000 واحد، وفي القاعه الكبيره ناس كتيره جدا اصلا بتحلم تقف فيها. قمت مقدم، ليه لا يعني. لقيت ان منزلين كول يلا يا جماعه ايه اللي عايز يقدم، فلقيت اسم كليه حاسبات. قمت مقدم، قدمت. لقيتني في الاول ايه، دخلت جروب واتساب، قالوا لنا طب يلا يا جماعه كل واحد فيكم يصور نفسه فيديو 3 دقايق يعرف نفسه ويقدم الكليه بتاعته في 3 دقايق. فيديو 3 دقايق انا قعدت ساعتين بصور فيه، كل شويه اصور واقفل اصور واقفل اصور واقفل اصور واقفل، لحد ما استقريت بقى خلاص على الفيديو ورفعته. قاموا مدخليننا جروب تاني، يلا يا جماعه ايه الانترفيوهات. قمت رايح عملت الانترفيو، وفجاه لقيتهم مدخليني الجروب، يلا يا جماعه ايه انتوا مقبولين مبروك. ويبدا بقى البروفات، بروفه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه. خلاص يا جماعه الايفنت بعد بكره، يلا استعدوا. حضرت نفسي وحضرت البدله وكل حاجه ورحت الايفنت. بس انا بالنسبه لي انا ما كنتش، انا واحد بطبيعتي ما بحبش الحاجات الكليشيه، بحب اغير كل شويه. فهو الطبيعي اللي بيحصل في الايفنت ايه، السبيكر بيتقدم او الكليه بتتقدم، مساء الخير يا جماعه انا عمرو ادهم جاي اقدم لكم كليه حاسبات. حسيت الموضوع كليشيه قوي الصراحه، فكنت عايز اعمل حاجه جديده. فكنت عامل فيديو، كنت جايب كام برنامج كده اونلاين، عملت فيديو صغير بيشتغل في الاول اللي هو شاشه خضراء عشان هاكر بقى والعبط ده كله. وبعد كده فالناس تتفاجئ، فانا اطلع في الضلمه، شغل ايه، شغل من ده. عجبني الموضوع، قلت ايه ليه لا، يا سلام. السنه اللي بعدها لقيتهم كلموني تاني قالوا لي يا عمرو عايزينك تاني في الايفنت. قلت لهم يعني سلام. ورحت عملت نفس الموضوع هو تاني بس بشكل مختلف بقى. ساعتها كان في سكتش انا كنت متفق عليه مع الهوست. قلت له بص انت هتيجي تقدمني تمام، بس انا ايه مش هطلع، هتدور عليا يمين شمال تنادي عليا مش هطلع. هتقول ايه؟ طب انا عمرو كان عامل لي برنامج ادخل فيه بيانات الشخص هي ايه، يجيب لي مكانه هو فين. وكنت برضو جايب فيديو من على اليوتيوب، حاجه برضو ليها علاقه انها بتدور وبتعمل سيرش والحاجات دي كلها، وفي الاخر الايه البرنامج بيعطل وبيقف وبيطلع ايه شخص. قلت يا سلام ليه لا. عملت الفيديو، كنت متفق بقى ايه معاه على السكريبت ده، والله انت هتيجي تدور عليا مش هتلاقيني، فانت هتجرب الفيديو تمام، هتجرب الموضوع ان انت ايه الابلكيشن انت مش لاقيني فبتدور عليا ايه عن طريق الابلكيشن فهيجيب لي مكاني والحاجات دي كلها. والناس كلها كانت مصدقاه، يعني. وفعلا البرنامج اشتغل او الفيديو اشتغل عامه واتقفل، وبان ان هو فعلا ان هو برنامج بجد، وان هو الموضوع فعلا اتعمل له هاكر والكلام ده كله. وطلعت انا كنت بقى لابس هو الماسك اللي هو بينور في الضلمه ده بتاع الانونيمس.
قلت له يا عم سيف انت يعني انا عامل لك البرنامج ده، وده برضه سكريبت كنت متفق برضه معاه، قلت له انا عامل لك البرنامج ده علشان تعرف ايه مكان خطيبتك وتجربه عليا انا. طب يا عم لا انا حسابي معاك دلوقتي وانا ايه نازل لك. وعملت كده، اشتغلت بقى ايه الموسيقى بتاعت الاندرتيكر، حاجه عبيطه والله انا عارف، بس انا بحب الحاجات دي، والناس اتبسطت. وطلعت انا من ورا الشاشه وبتاع، وكان عشان مختلف عن الباقي، وبعدين بالظبط. بيسمعوا ناس بتقول نفس الكلام. بالظبط. انا ما بحبش ابقى الشخص اللي هو كده، لا انا بحب اللي هو ايه شعبولي لي الدنيا بالبلدي. فكره انا اطلع مساء الخير يا جماعه انا عمرو ادهم ان شاء الله جاي كان كليه حاسبات، هي عباره عن لا ما بيزهقوا بيمشوا بعد تاني واحد تقريبا. ده مشوا. فاول الفكره كلها هي في البرزنتيشن، ان انت عشان تقول نقدر نقول فعلا البرزنتيشن بتاعتك ناجحه، هو ان انت ازاي في الاول خالص هتشد الشخص ان هو يسمعك. فطب هي الناس دي ناس لسه جديده، ناس لسه طالعه من البيضه يعتبر، من معرفتهم ايه بكليه حاسبات، هاكر، خلاص يلا بينا هاكر. وفعلا دي يعني خلفيه ناس كتير جدا اصلا. اصلا عشان كده بيكملوا بعد كده ريد تيم، والناس كلها بتبقى حابه ان هي تبدا وتكمل. هو حتى لو اصلا حتى فيش حد هيخش سايبر سيكيورتي، هو بالنسبه له كليه حاسبات يعني هاكر. ايوه كلها هتهكر. صح. ايوه يعني انا فاكر انا اول لما دخلت الكليه كنت بتدرب، فرحت التمرين كان بعد اول او تاني يوم كليه، رحت قابلت واحد صاحبي هناك، قال لي يا عم دخلت كليه ايه وبتاع، قلت له دخلت كليه حاسبات. بص لي كده قال لي ايه ده حاسبات؟ قلت له قال لي طب بقول لك ايه انا طالب منك خدمه. قلت قال لي بقى ايه الدخله المتخلفه دي؟ قلت له ايه يا حبيبي عايز ايه؟ قال لي تعرف تهكر لي ببجي؟ فلو انا سبته ومشيت، يعني بعيدا ان هو اصلا سؤال متخلف، الا ان انا بتعامل مع واحد اقصى طموحه ان هو عايز يهكر ببجي، اللي هو ايه يا مالك يا عم في ايه؟ سبته ومشيت. فهي فعلا دي يعني هي متلازمه عند كليه حاسبات، كليه حاسبات يعني هاكر. فخلاص يا عم انت بالنسبه لك انت كليه حاسبات يعني هاكر، يا عم تعالى انا هسحبك ان انت جاي تسمع ازاي ممكن تهكر، فانا هجيبك بالطريقه اللي انت عايز تتجاب بيها، بعد كده اقول لك بقى اللي انا على مزاجي بس. ومشيت الحمد لله. الحمد لله. طب بعد 4 سنين بقى في الكليه، كان ايه بقى فكره مشروع التخرج بتاعكم؟ خد جايزه في مسابقه صح؟ هو المشروع التخرج بتاعنا انا لميت كام حد. انا بالنسبه لي انا في الدراسه ما اعرفش حد بصراحه، يعني دي ممكن تضايق ناس كتير جدا من صحابي، بس انا في الدراسه وفي المذاكره لا انا شخص انا بره حاجه وجوه الدراسه حاجه تانية. انا مش الشخص اللي انا يا عم انت عايز اساعدك في الاساينمنت يا عم عينيا ليك، هقعد معاك واحله معاك، بس ان انا اديك حل جاهز لا، انا مش هبقى الشخص ده، لان بعدين انا هتضايق، انا كده مش بفيدك. انا فدتك على المدى الصغير، انت سلمت الاساينمنت واخدت درجاته، طب انت على المدى البعيد استفدت حاجه؟ لا. اتعلمت حاجه؟ لا. فانا الشخص ده بصراحه. فلميت كام حد من اللي كانوا بيشتغلوا في القسم عندنا ودخلت معاهم. طب يا جماعه هنعمل مشروع ايه؟ هنعمل مشروع حاجه اسمها IDS Intrusion Detection System. ده عباره عن سوفت وير بسيط بيتحط جوه السيستم عشان لو في اي هاك جاي من بره يتلقط. فاحنا كنا عايزين نعمله على كل الاتاكس اللي خلقها ربنا. دخلنا ميتنج مع الدكتور، قلنا له يا دكتور والله الفكره بتاعتنا كذا 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 كذا. قال لنا والله هي فكره حلوه بس مش احسن حاجه. ليه؟ طب انت دلوقتي ما تيجي تعمل برنامج المفروض ان هو بيعمل ديتكشن لكل انواع الاتاكس، طب انت ممكن فيه والاتاكس كتيره جدا، فانت ممكن في حاجه تجلي منك. طب الحل يا دكتور؟ والله انت تخليه احسن على اتاك واحده بس. طب انت ايه رايك يا دكتور ناخد انهي اتاك؟ قال لنا خليكوا في الديدوس اتاك، حاجه جديده يعتبر ما لهاش ميتيجيشنز كتير فخش فيها. قلنا خلاص زي الفل، وبدانا فعلا نذاكر وعملنا البروجكت بتاعنا، والحمد لله دخلنا المناقشه الاولى خلصناها، الترم الثاني اشتغلنا عليه وخلصنا المناقشه، الكلام ده كله. جينا بعد المناقشه بحوالي اسبوع تقريبا او اسبوعين، لقينا الدكتور بعت لنا على الجروب يا جماعه حضروا نفسكم انتوا عندكم مناقشه للمشروع الثاني في الاكاديميه. قلت له ايه يابا مناقشه ايه؟ احنا خلصنا وبتاع. قال لنا لا انتوا المشروع بتاعكم اترشح في الكليه او ترشح من الكليه لمسابقه احسن مشروع على مستوى جامعه اسكندريه، والمسابقه هتتعمل في الاكاديميه العربيه بكره. هو بيكلمنا النهارده يلا يا جماعه مسابقه بكره، واحنا لا محضرين حاجه، وفي اصلا في حد من زمايلنا اصلا ما عرفش يجي معانا المناقشه، وبالنسبه لنا طب ايه يا جماعه هنعمل ايه؟ مش عارفين نعمل اي حاجه.
طب يا جماعه نروح ما نروحش، نروح ما نروحش، يا جماعه ايه دي فرصه ما تتعوضش، نروح نستكشف ايه الدنيا، يمكن حد يشفق علينا يدينا فلوس ولا حاجه، ولا ياخد الابلكيشن بتاعنا يعمل له سبونسر اي حاجه. وفعلا رحنا ولقينا بقى ايه ناس كتيره جدا من هناك، ناس من علوم وناس من هندسه وناس من الاكاديميه والحاجات دي كلها، وناقشنا المشروع. نسينا بنتكرم وصرت نازله على صفحه الكليه اللي هو ايه ده يا جماعه في ايه. احنا بالنسبه لنا احنا كنا شايفين المشروع بتاعنا عادي، اللي هو عادي مشروع عادي زيه زي اي مشروع معمول في الكليه او في القسم. بس فكره بقى انت التيم بتاعك ترشح لمسابقه، وان خدنا فيها مركز وخدنا فيها جوائز واتكرمنا وخدنا شهاده وبتاع اللي هو يا جماعه يعني انا اعبط من كده والله. يعني بالنسبه لي ايه يا جماعه. بس الحمد لله الدنيا مشيت والنزلتها بقى ساعتها والناس اتبسطت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب انت اصلا جيت تيمك ولا بلو تيم وعملت ايه بعد ما اتخرجت؟ والله بتعمل ايه بصي دلوقتي؟ والله هو اي حد هيخش سايبر سيكيورتي في الاول هو دايما بيمشي مع الموجه سايبر سيكيورتي، يعني هاك يعني ريد تيم. هو في الاغلب اي حد بيخش مجال جديد هو لسه مش فاهمه، لا هو بيمشي مع الموجه اللي هو انا عايز اخش هاكر. طب هاكر انت بالنسبه لك اللي هو ريد تيم. فانا في الاول قلت اجرب يعني ليه لا. وفعلا على مدار الوقت كنت اخدت كذا تدريب تبع الريد تيمينج، بس لقيتني برضو ايه مش سالك فيه. ما حسيتش نفسي قوي في الريد تيمينج. لما انا حاليا بقى الحمد لله اتخرجت ودخلت الاي تي اي، فانا الاي تي اي اللي انا فيها دي انا بتعلم كل حاجه. بلو تيم هتعلم، ريد تيم هتعلم، جي ار سي هتعلم. فاللي هو انا قدامي كل المجالات مفتوحه، فانا بجرب في كله. اخدنا كورسات ريد واخدنا كورسات بلو ولسه هناخد كورسات خاصه بالجي ار سي. فانا لا انا الريد تيم ده الصراحه لا انا مش انا الشخص اللي الصراحه اللي يعمل هاك بقى والحاجات دي كلها. فانا حاسسني يا اما في البلو تيمينج او في الجي ار سي بس. فحتى احنا لسه والله انا لسه راجع من القاهره امبارح عامه الحمد لله. لسه كان عندنا الكورس بتاع الاي ار انسيدنت ريسبونس، كان في حد بيديه لنا فلا الموضوع حلو. انا بقى بمشي بيحصل الاتاك، فانا اللي بمشي وراها بعرف مين اللي عمل كده بقى انفستيجيت وبتاع والحاجات دي كلها. فلا انا حاسس نفسي اصلا في الموضوع ده. بس في غلطه انا عملتها في الكليه بصراحه، هل انا ندمان عليها؟ لا. الغلطه هي ايه؟ ان انا طول الكليه انا كنت داخل بهدف معين اللي هو لا انا عايز كل اللي انا ما عملتوش في المدرسه انا عايز اعمله في الكليه. صحاب عايز اخش في انشطه، الحاجات دي كلها انا كنت ناوي عليها. فده كان تركيزي اكتر كله في الكليه، اهتميت اكتر بالسوفت سكيلز وركنت التكنيكال سكيلز بصراحه. وكورساته ما خدتش. هل انا ندمان على الموضوع ده؟ لا بصراحه. لان انا لو راجع بيا الزمن هعمل نفس الموضوع هو تاني، وهعمل نفس اللي انا عملته هو تاني. تمام. لان الله اعلم الحاجات التكنيكال دي انا لو كنت توصيت بيها وقررت ان انا اخد كورسات والحاجات دي كلها، الله اعلم كان يعني الامباكت بتاعها على اللي انا حاليا محققه هيبقى ايه، بالايجاب يا بالسلب. وانا مش بقول بقى والله ان انا كده جامد جدا ومفيش مني اتنين والحاجات دي كلها، لا. بس انا مقارنه باول يوم ليا في الكليه باليوم اللي انا حاليا فيه، لا انا شخص تاني خالص. يعني مين اصلا كان يتخيل ان عمرو اللي كان في المدرسه اللي ما كانش بيتكلم مع حد او ما كانش بيعرف اصلا يتكلم مع حد وما كانش بيعرف يهزر الحاجات دي كلها، يبقى اصلا لا الشخص اللي يبقى في الكليه ومنتشر في الكليه والناس كلها عارفاه وبيروح هنا وبيجي هنا وبيروح هنا ويجي هنا وبتاع، واخلص الكليه واخش الاي تي اي. وحاليا الحمد لله بقى ليا علاقات كتيره جدا في الاي تي اي اللي هو ايه ده في بروجرس اتعمل. بس برضو حته اللي هو البروجرس، الغلطه برضو اللي في ناس كتيره جدا بتقع فيها ان هي بتقارن نفسها بناس تانية. اللي هو لا انت كده هتظلم نفسك. طب يا عم انا بحضر المحاضره، طب انا مش فاهم وهو فاهم، هو احسن مني في ايه؟ لو انت مالك، انت مالكش دعوه بحد، انت ليك دعوه بنفسك. يا عم هو ممكن يبقى عنده يا عم موهبه ان هو الحاجات دي هو عارفها اصلا من قبل كده، مذاكرها اصلا من قبل ما يخش الكليه. فدي نقطه. تاني نقطه، يا عم ممكن هو ربنا مديله هبه ان هو بيستوعب بسرعه او بيفهم بسرعه عادي. ان انت اصلا واحد بتحب تاخد وقتك في الفهم او في المذاكره، دي حاجه ما تعبكش في حاجه. فانت لما تيجي تقارن نفسك بحد ما تقارنش نفسك بغيرك، لا انت قارن نفسك بنفسك. اللي هو انا النهارده عامل ازاي، امبارح كنت عامل ازاي، بكره هبقى عامل ازاي. فانا لما باجي ابص لنفسي
لا والله انا كنت في الكليه حاجه، وبعد الكليه حاجه، وقبل الكليه حاجه. انا في اول يوم كليه كنت حاجه، و... وبعد او في اخر يوم كليه كنت حاجه تانية خالص خالص. فلا انا بالنسبه لي، لا انا الكليه ليها حته جوه كده الصراحه مهما حصل. يعني الواحد كان بيعاني في الكليه وضغط وقرف ومذاكره واساينمنتس وبروجكتات وامتحانات و بس دايما في حته كده، لا الحته دي في الكليه مش تتنسى يعني. بصراحه انا بحب الكليه وافتخر ان انا من كليه حاسبات. طيب انت كده كنت عمرو كاميرا عمرو كاميرا وبعدين بقيت عمرو، عمرو سايبر، وبعدين بقيت عمرو سايبر، ووصلنا لعمرو جوب. عمرو جوف عمرو جوب هنكمل بعديها عمرو اي تي اي. عمرو اي تي اي ماشي. بس الجزء بتاع عمرو جوب بقى ده ايه الدنيا؟ ايه الدنيا؟ والله هو مش عارف. هو عمرو جافا هو طلع برضه ترند مره واحده كده، ان انا بعد ما خلصت سنه اولى وطلب مننا ان ننزل نستقبل الطلبه ان احنا نتكلم معاهم الحاجات دي كلها. فاول المدرسه بدات كان كل لما حد بيشوفني بيجي يسلم عليا وايه الاخبار، وانا كنت عارف الناس والحاجات دي كلها اللي هم حاليا دفعه رابعه، سواء بقى كانوا القسم العام او اي حاجه من الاقسام الخاصه. طب يا جماعه، فبيشوفوني يا عمرو احنا مش عارفين نذاكر منين ومش عارفين حاجه في المحاضرات، طب نعمل ايه؟ فكنت كل شويه اقف مع ده شويه، مع دول شويه، مع دول شويه، مع دول شويه. فدايما كان في مشكله في ماده بروجرامينج، ان هم لسه داخلين الكليه جديد، فبروجرامينج لسه مجال جديد. فلا هيعانوا كتير مع الموضوع ده زي ما احنا عانينا كتير. طب اقف مع ده شويه اشرح له الجزئيه دي، اقف مع ده شويه اشرح له الجزئيه دي. فلقيت بقى ان في ناس كتير بتيجي تمام، وممكن اخش اونلاين، بس كنت بعمل الموضوع بالحب يعني مش عشان حاجه. فلما لقيت بقى ان الموضوع لا كبير وكذا حد بيجي يتكلم معايا، ساعتها انا كنت في صفوه تمام. فاللي كان ماسك ساعتها صفوه كان عبد الرحمن. رحت كلمت عبد الرحمن قلت له بقول لك ايه؟ قال لي قلت له ما تيجي نعمل جافا. قال لي ايه جافا دي؟ قلت له يا عم ننزل نشرح جافا في صفوه ونجيب الناس ونشرح لهم وبتاع. قال لي يا عم كبر دماغك. مش كبر دماغك. ففي الاول كان فاكرني بهلس بقول اي كلام. رحت كلمته تاني قلت له عبد الرحمن يلا نعمل جافا، في كذا حد بيجي يكلمني على الجافا وعايزين ايه رايك؟ فايه بتكلم بجد. قلت له انت عندك حد يشرحها؟ قلت له اه. قال لي مين؟ قلت له انا. بصني كده لو احنا عارفين اللي فيها يعني. انا واحد كنت جايب 8 من 20 في الميد ترم، وفي الاخر السنه خلاص كنت جايب 70 من 100. لو انت هتشرح للناس ازاي؟ قلت له يا عم ما تشغلش بالك. هو ماشي يلا يلا. وبدانا وكنت بذاكر، فلقيت لا ان الموضوع بيجيب. ساعتها احنا كنا بدانا في الترم، بدانا متاخر، فكنا بنشتغل مجموعتين في الاسبوع، وكل مجموعه يومين في الاسبوع، فكانوا 4. كنا نعتبر 4 ايام، بس انا كنت بنزل لوحدي ساعتها، كان معايا ناس تانية زمايلي من صفوه برضو كانوا بينزلوا يشرحوا معايا. فلقيت لا ان الموضوع بيجيب والناس بتيجي وفي زحمه. انا واقف قدامي 70 واحد ولا 80 واحد قاعدين بيسمعوا لي، اللي هو انتوا بتسمعونا ليه؟ يعني انا واحد جايب 8 من 20 في الميد ترم، انت في ايه؟ لقيت الموضوع قلب جد قوي. فهو الترم الثاني بروجرامينج 2 بيبقى اصعب دايما من بروجرامينج 1، عشان هو بيعتمد على حاجه تانية خالص عن بروجرامينج 1. انت لسه بتاخد بيزكس حاجات دي كلها. طب تعالى انت بقى ايه البيزك دي كلها اركنها على جنب، وخد بقى ايه حاجه اصعب، حوار بقى الكلاسز والانهيرتنس ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. وانا واحد انا درجتي في بروجرامينج 2 كانت اسبل من بروجرامينج 1. انا كمان كده. فاللي هو بالظبط طبيعي. فاللي هو انت فلا الناس درجاتها بتتحسن والامتيازات بتزيد، اللي هو ايه ده يا جماعه في ايه؟ لا فانا اتبسطت. فكره بقى ان انا الحمد لله كان ليا تاثير ايجابي على الناس، والناس كانت بتتبسط بسببي. فلا الموضوع الحمد لله كان ورثت يعني. جينا بقى السنه اللي بعدها، كنت انا ساعتها في ثالثه. يلا يا جماعه نعيد الموضوع تاني. عبد الرحمن قال لي انت جاهز؟ قلت له يلا بينا، خش بدماغك ما يهمكش. واشتغلت وعملت، وساعتها بقى الاداء اتحسن شويه عن اول سنه. فانت اول سنه انت لسه بتجرب وبتاع، فانت اكيد هتقع هنا، هتتلخبط هنا، فبتغلط اكيد. انت بحكم ان انا بني ادم طبيعي فاكيد بغلط. فانت لا تاني سنه، فانا عرفت والله غلطتي في اول سنه كانت كذا وكذا وكذا وكذا. لا اتعلمت من غلطاتي والحمد لله. الترم تاني سنه الحمد لله الموضوع طلع بجوده احسن من اول سنه، سواء ترم اول او ترم تاني. السنه اللي بعدها كنت انا بقى ساعتها ايه سنه رابعه، فكان الموضوع الحمد لله باسم صفوه بيزيد. يبقى معروف خلاص صفوه بتعمل حاجه اسمها جافا ورك شوب، وفي فلان بيخش يشرح فيها.
لا وبنفهم وبنتعلم وبنجيب امتيازات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. ومش بس في كليه حاسبات بس، كانوا احنا جالنا، احنا فاكر جالنا، احنا كان بيجي لنا ناس من فاروس، وجالنا ناس من، انا فاكر جالنا برضه قبل الأهلية. كده ناس من ناس من الاهليه، الأهلية. وجالنا ناس من العالمين. فاللي هو لا الموضوع بيتوسع، مم. وانا في الاول في الاخر انا بعمل الموضوع لله. فاللي هو لا ايه ده، فالموضوع حلو الحمد لله. جينا بقى في سنه ثالثه اللي هي ثالث سنه، كنت انا ساعتها ايه سنه رابعه مشروع تخرج وبتاع. فهنا الموضوع العدد زاد لدرجه ان انا كنت بنزل 3 مجاميع في الاسبوع. كل واحدة كام يوم؟ يوم. فانت عندك 3 ايام للجافا، دي غير انت عندك محاضرات وعندك مشروع تخرج بتحضري له وبتاع. يا سلام يلا. وكملنا زي ما احنا واشتغلت ال3 ايام والحمد لله. ايه الموضوع يعني كان بيفرق معانا كعمرو. يعني فكره ان انا الاقي الناس بعتالي مبسوطه تقول لي عمرو انا جبت ايه في الماده، اللي جايب 95 واللي جايب 90 واللي جايب ايه ماينس، وبيتبسطوا. انا فاكر في مره والله انا الاولياء الامور بيكلموني، اولياء الامور بيكلموني وبيشكروني، يقولوا لي احنا شكرا على اللي انت عملته مع ابني او مع بنتي في صفوه. اللي هو ايه ده يا جماعه في ايه؟ اللي هو انا والله يا جماعه انا اعبط من كده والله. كنت هشيلها، انا كنت هشيلها. يا جماعه والله انا اعبط من كده. يعني انا مش الشخص اللي انتوا بتكلموه بالجد ده. انا حتى لما كنت بخش الحصص كانت في ناس بيقولوا لي يا باشمهندس ويا دكتور. اللي هو يا جماعه كانت اول حاجه ببدا بيها، يا جماعه انا اسمي عمرو. فكر بقى باشمهندس ودكتور، لا انا مش هاجي انا هنا وارسم مع نفسي عليكم. احنا كلنا ايه ولاد 9 في الاول في الاخر، كلنا واحد. يا جماعه لا انا اسمي عمرو ادهم عادي جدا، وكنت بقف مع الناس في البريك وهزر واضحك معاهم، وممكن اصلا اخلص كنا ممكن اروح اقعد معاهم على القهوه وبقعد معاهم في الكليه وبتاع. فالحمد لله يعني بقى ليا يعني زي ما بنقول كده ايه، ليا وجود في الكليه الحمد لله. والحمد لله بقت معروف في الكليه، واتمنى والله يعني نتمنى من اعماق قلبي ان هي تبقى معرفه خير. اتمنى الحمد لله اتخرجت دلوقتي، فكل الناس اللي انا كنت قابلتهم او اتعاملت معاهم في الكليه اتمنى والله لو في يوم من الايام يعني سيرتي تيجي اتقال والله لا ده عمرو كان شخص محترم يعني. اتمنى. طيب احنا دلوقتي وصلنا لعمرو اي تي اي. وصلنا لعمرو اي تي اي. نتكلم بقى شويه عن عمرو اي تي اي. في الاي تي اي انا اصلا كنت ناويها من اول يوم كليه. يعني انا قريبي اللي هو كان قال لي خش كليه حاسبات دي، قال لي في حاجه اسمها اي تي اي دي، والله عباره عن معهد تبع وزاره الاتصالات بيقدم منحه للناس الخريجين. منحه عباره عن 9 شهور مختلف بقى المجالات والتراكات، وتخلص منها وتشتغل وشهادات قويه وبتاع ومش عارف ايه وحاجات من دي. قلت له ماشي. فانا كنت من اول يوم كليه كان اي حد كان بيجي يسالني انت ناوي على ايه بعد التخرج، كنت اقول له اي تي اي اي تي اي اي تي اي اي تي اي. طب هل انا عارف ايه هي الاي تي اي؟ لا انا حافظ مش فاهم. زي ما انا برضو كنت داخل برضو سايبر سيكيورتي وانا اصلا ما اعرفش ايه القسم ده، وزي ما كنت داخل الكليه وانا لا افقه شيء. وانا برضو اي تي اي طب دي عباره ما اعرفش ده عباره عن ايه، والله ما اعرف. انا عايز اخش الاي تي اي. لحد ما جيت سنه رابعه بدات اسال ناس اكتر بقى. يعني في ناس من الدفعه الاكبر مني اتخرجوا دخلوا الاي تي اي، فكنت بكلمهم فكانوا بيقعدوا بقى يكبروا في الموضوع. انت عندك اولا امتحان اي كيو انجلش هتخلصه، هيبقى عندك بعدها لو انت عديت منه هيبقى عندك امتحان تكنيكال. طب بعد الامتحان التكنيكال انترفيو تكنيكال. طب بعد انترفيو تكنيكال انت عندك انترفيو سوفت سكيلز. فانت عند في ايه يا جماعه؟ انا مش بقدم مع شركه يعني في ايه؟ وجام كانوا بيقولوا ان الموضوع تقيل والاسئله تقيله والاي كيو رخم. فانا حاسس بخوف، انا متضايق، انا خايف. بس قلت ايه على الله يعني الحمد لله زي ما دخلت الكليه وربنا كرمني فيها هخش اقدم. والله جت ما جاتش انا كده كده ايه كنت عامل بلان بي نبقى ايه نتكلم عليه. قدمت على الاي تي اي تمام. جالي اول حاجه امتحان الاي كيو والانجلش. ساعتها كنت قدمت على 3 رغبات. كنت قدمت على اول رغبه سايبر سيكيورتي، تاني رغبه كانت سيستم ادمنستريشن، تالت رغبه كانت كلاود. قلت اقدم في ال3 تمام وربنا ايه ربنا يكرم بيه. جاء بقى ساعتها كانت اول خطوه كانت امتحان الاي كيو والانجلش. ساعتها كان الامتحان كان في محطه مصر، مبنى الاي تي اي في محطه مصر. طب يا جماعه الاي كيو والانجلش ده بيتعمل فيه ايه؟ والله انت عليا اسئله رياضه
بس هي مشكلتها ان هي من غير كالكوليتر، انت بتحل بدماغك. وفي الاسئله مثلا يديكي مثلا باترن بتاع ارقام، يقول لك مثلا 2 4 6 8، ترى ايه الرقم اللي جاي؟ اكيد 15. اكيد 15. مثلا يجيب لك اشكال، مثلا يجيب لك ساعه عقرب الساعه مثلا في الاول كان عند 12، تاني مره 3، تالت مره 6، تبقى المره اللي بعدها ايه 9. هو بيمشي 3 ساعات كل مره، وهكذا بقى. وقت الامتحان قد ايه؟ الامتحان هو كان اي كيو انجلش، كانوا الاثنين على بعض ساعه، كان نص ساعه ونص ساعه تقريبا يعني، او ساعه ونص حاجه كده. ف طب نذاكر منين؟ فمن المنزلين بقى ايه بي دي افس وملخصات وبتاع مش عارف ايه. ففي البي دي افس اللي كانت بتنزل انا شايف ان في حاجات خزعبليه. ايه يا جماعه ده؟ خزعبليه بشكل فظيع، اللي هو انا مش فاهم. فانا كنت داخل اصلا الامتحان مرعوب. دخلت الامتحان اللي هو ايه العبط ده؟ حرفيا جاي لي 2 4 6 8، الرقم اللي بعده ايه؟ جاي لي مثلا يقول لي في 4 كلمات، يقول لي مثلا انت عندك مثلا ارض وسماء وكوكب وكرسي، ايه كمان مختلفه؟ فمعروف في حاجات بسيطه. والاسئله الرياضه كان في منها حاجات رخمه، مثلا يجي يقول لك مثلا مش عارف نص في ربع في خمس مش عارف ايه، وحل كله بدماغك. يجي مثلا يقول لك 750 في 650، فانت حل برضه بدماغك. فلا انا لقيتني بحل وعارف احل. فخلصت الاي كيو والانجليش، لقيت بعد كده ايه نازل نجحت في الانجليش. قلت يا سلام الحمد لله. طب خش بقى امتحان التكنيكال، حضر الامتحان التكنيكال، خش بقى ايه ذاكر برضه، نازل ملخصات واقعد حل، افهم بقى ايه يعني ايه نتورك، البورت نمبرز، السيرفيسز، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، التوبولوجيز بتاعت النتورك اللي هو مش عارف اللي هو السيشن والابلكيشن ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، والبروتوكولز و. طب يا جماعه الامتحان ازاي؟ امتحان اونلاين. طب يا جماعه اونلاين. ساعتها كنت بمتحن السايبر سيكيورتي والسيستم والكلاود الثلاثه ورا بعض، تك 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 كله ورا بعضه. فانا صاحي الصبح تمام، قعدت خلصت اول امتحان، تاني امتحان، تالت امتحان، لقيتني لا عديت في الامتحانات. قلت يا سلام يلا بينا. نيجي بقى تالت خطوه، كانت اللي هي ايه الانترفيو التكنيكال. فانا رايح، طب يا جماعه مين اللي هيعمل لي الانترفيو؟ رئيس القسم. قلت يا نهار اسود ومنيل، رئيس القسم انا اكيد ايه هينفخني في الانترفيو. فانا رايح ساعتها بقى كل ده يعني الاي كيو والانجلش كان محطه مصر، الامتحان التكنيكال كان اونلاين، الانترفيو بقى لا انت سافر له القاهره. وسافرت القاهره، كان في القريه الذكيه. رحت دخلت الانترفيو، مين يا جماعه اللي هيعمل لك انترفيو؟ باشمهندس كذا. طب ده ايه دنيته؟ والله دنيته 1 2 3 4. فانا خلاص انا سستمت نفسي ان انا عارف ان اللي هو الشخص اللي هيعمل لي انترفيو ده الفلو بتاعه في الانترفيو 1 2 3 4. فانا كنت دايما ايه دخلت اخر واحد اليوم ده. هو كان الشخص ده عمل لي انترفيو السايبر والسيستم والكلاود، نفس الشخص عمل لي 3 انترفيوهات. فانا داخل انا فاكر عمل لي الثلاثه في 11 دقيقه، يعني 3 انترفيوهات في 11 دقيقه. انا اي نعم في ناس اصلا دخلت يعني عملت معاه السايبر بس في ربع ساعه، انا داخل عامل الثلاثه في 11 دقيقه، فما كنتش عارف ده حلو ولا وحش. بعد كده بقى حصل ديلي، كان المفروض بقى الخطوه اللي بعدها كان الانترفيو بتاع السوفت سكيلز، بس كان حصل ديلي والموضوع اتاخر وبتاع، لا السوفت سكيلز اتلغت خالص. فانت قاعد بقى ايه اتعلق. طب يا جماعه النتيجه يوم في التاني في التالت في الرابع، قعدنا مثلا بتاع شهر وانا لسه مش عارف انا مقبول ولا مش مقبول، ما فيش اي حد عارف. بعد كده نزل اناونسمنت ان ايه يا جماعه يلا النتيجه طلعت. نيجي نفتح طبعا الشعب المصري كله ايه فاتح، الشعب المصري كله نفس برضه الفكره بتاعت ثانويه عامه، المصريين كلهم داخلين على نفس السيستم في نفس الوقت. الاي تي اي كذلك. انا فاكر ساعتها كانوا بلغونا قالوا لنا الاي تي اي السنه دي كان مقدم عليها على مدار مصر كلها 25,000 واحد. فانت عندك 25,000 واحد، فانت لو كل واحد فتح جهازين فانت عندك 50,000 ريكوست مبعوثه في اقل من ثانيه. فاكيد فطبعا السيرفر كان بيقع. ده لو كل واحد هيفتح جهاز. انا واحد بالنسبه لي في وقت النتيجه كنت فاتح 3 اجهزه بصراحه، كنت فاتح تليفوني واللابتوب بتاعي واللابتوب بتاع اختي فاتحين قدامي كده مستني النتيجه، والسيستم وقع، النتيجه ما طلعتش. قلت انا هنام وعلى الله بقى بكره ان شاء الله يكون ايه الشعب ايه الدنيا هديت تمام وربنا يكرم. نمت، واحد صاحبي اتصل بيا ايه الساعه 7 الصبح، قال لي يا ابني عملت ايه في الاي تي اي وبتاع؟ قلت له والله ما اعرف، انا جيت افتح الموقع لقيت السيستم واقع.
قال لي طب يلا قوم، طب ايه عشان السيستم فتح والناس بدات تنزل نتائجها على الجروب بتاع الاي تي اي. قلت يا عم بقى كبر. قال لي اقوم بس. قلت ماشي. انا بقى فتحت التليفون كده، افتح لقيتني محطوط ايه ويتنج ليست. قلت له يوسف انا اتحطيت ويتنج ليست. قال لي يلا يا حبيبي معلش غيرها بغيرها ان شاء الله. قفلت السكه، قفلت اللابتوب، كملت نوم عادي. انا عادي مش فايق اصلا. صحيت بقى الصبح افتكرت بقى افتح اللابتوب ويتنج ليست. بس ويتنج ليست وفي انا فاكر ساعتها كان الجروب بتاعنا بتاع سايبر سيكيورتي لوحده، يعني الناس اللي مقدمين على سايبر سيكيورتي 2000 واحد. هم هيقبلوا كام واحد؟ 30 واحد. فانا اتحطيت ويتنج ليست، الله اعلم في كام واحد اترفض وكام واحد ويتنج ليست. فالويتنج ليست بتمشي ازاي؟ ان هو خلاص انت في ناس اتقبلت، فلو حد فيهم اعتذر بيبداوا ياخدوا واحده واحده ايه من الويتنج ليست. طب الويتنج ليست دي فيها كام واحد؟ الله اعلم. طب انا رقم كام في الويتنج ليست؟ برضه ما اعرفش. فانت 2000 واحد مقدم و30 واحد اتقبل، الله اعلم كم واحد اترفض، كم واحد ويتنج ليست. فقلت لا خلاص ايه فاكس بقى اصلا اي تي اي خلاص. ساعتها كانت بلان بي بالنسبه لي ان انا ايه هتعين معيد. كنت عايز انزل معيد في الكليه عندي، بالذات ان الحمد لله لقيت نفسي حلو في موضوع الشرح، بعرف اشرح وبعرف اوصل المعلومه. وكان كل لما حد من الدفعات اللي انا درست لها يجي يقول لي عمرو هل انت هتتخرج تعمل؟ اقول له ما اعرفش. طب اقدم معيد. يا جماعه ايه معيد اصلا؟ فاكس. فلقيت لا انا حابب الموضوع، حابب موضوع الشرح الكلام ده كله. فقدمت ان انا كنت خلاص كنت مسيستم نفسي ان انا لو الاي تي اي فكست خالص انا ان شاء الله ربنا يكرمني ايه واقدم ابقى معيد واتقبل باذن الله. فحطيت ويتنج ليست اي تي اي. فطبعا انا قاعد بقى ايه يومين في اكتئاب بقى خالص بقى. طبعا الدنيا كلها اسودت في وشي، بالذات ان انا كنت متعشم اصلا ومرتب حياتي كلها على الاي تي اي. اتقبلت خلاص بقى اخر انا مرتب ليفل. حياتي بقى كلها على الاي تي اي، وان شاء الله هخلص واتخرج واشتغل في شركه واقبض مش عارف كام واكون نفسي في مش عارف كام سنه. كنت حاطط سيناريو كده لحياتي وكله اتكسر، كله باظ. طب اعمل ايه؟ طب انا هاخد كورسات، طب انا هنزل اتعين في الكليه، طب مش عارف ايه. وتفكير بقى ايه رايح جاي رايح جاي لحد ما بعدها باسبوع. انا فاكر والله اليوم ده احنا كنا يوم سبت، كنا في شهر 10. فصحيت الصبح فوقت كده وبتاع اتوضيت لسه هصلي، لقيت التليفون ايه بيرن. انا في الاغلب بلاقي رقم غريب، لو بعمل حاجه هخلصها او مثلا لو بصلي هصلي، ولما اخلص صلاه ابقى ارد. سبحان الله اليوم ده انا خلاص لسه اقول الله اكبر، لقيت التليفون بيرن. ابص في التليفون الاقي رقم غريب بيتصل بيا. لقيت ده بقول الو عمرو ادهم معايا؟ ايوه معاك فلان الفلاني من الاي تي اي. اهلا وسهلا. فانا قلت ايه ده اي تي اي؟ سلام يلا بينا. قالت لي انت كنت مقدم معانا 9 شهور في المنحه سايبر سيكيورتي. قلت لها اه. قامت قالت طب يلا مبروك انت اتقبلت طب ممكن تبدا معانا من بكره. انا لقيتني في نص الاوضه عمال اتنطط وخلاص بقى الفرحه بقى ايه خلاص. طب ماشي يلا بينا. انا قلت هبدا بقى تقول مثلا تعالى الاسبوع الجاي ولا مش الشهر الجديد ولا حاجه. قلت لها ماشي يلا بينا. قالت لي يلا بينا انت عشان لو لسه متاح. قلت لها لو لسه متاح يعني اصلا مستنيكوا ايه تكلموني بس. طب هبدا معاكم امتى؟ قالت لي من بكره. فبكره ولا لسه هسافر القاهره ولا لا معايا بقى، لا معايا سكن ولا معايا هدوم ولا معايا اي حاجه. قالت لي هبعت لك الجدول وانت ايه شوف ايه الدنيا فيه. وبعت الجدول. تاني يوم كان ساعتها كان اونلاين، بعدها بيومين كان هو بقى ايه الاوفلاين. رحت بقى وشفت الدنيا هناك وشفت السكن واخدت السكن خلاص ودفعت الايجار وظبطت بقى ايه الدنيا هناك. والحمد لله اهو بقيت في الاي تي اي بقيت عمرو اي تي اي. الحمد لله الحمد لله. بس بقى مستنيين فيجن جديده بقى بعد فتره بعد الاي تي اي ان شاء الله نشوف بقى هتخرج مثلا في شهر 6 ولا حاجه. شوف بقى تبقى عمرو ايه بقى. ان شاء الله اشتغل باذن الله باذن الله. طب لو في نصيحه حابب تقولها لحد لسه في سنه اولى؟ والله لو في حد في الكليه عامه هنصحه بحاجه، اقول له استغل الكليه صح. انت استغل الكليه صح. ما تخليش حياتك كلها في الكليه عباره عن ان انت صاحي الصبح رايح المحاضره هتروح تخلص تنام، تصحى الصبح تروح المحاضره تخلص تروح تنام. لا دايما عيش حياتك في الكليه. هي حتى اسمها حياه جامعيه. عيش حياتك في الكليه، اعمل صحاب جديده،
اشترك في انشطه كتير تبع الكليه. انت ممكن تبقى ناس كتير اصلا تبقى شايفه الحقيقه الحاجات تبع الكليه تلزيق وبتاع ومش عارف ايه وعبط وتضييع وقت ومش عارف ايه، بس لا، انت بسبب اللي هي الحاجات اللي دخلتها في الكليه، لا انا حياتي اتغيرت 180 درجه. اللي هو انا كنت فين وبقيت فين. انا حرفيا انا كنت حاجه وبقيت حاجه، وان شاء الله مع الوقت هبقى حاجه ثالثه. بس طب هل انا مثلا استغليت الكليه 100% صح؟ لا. انا كعمرو لا. طب هل انا ندمان؟ برضو لا. الحمد لله. انا كان في حاجات كان ممكن تتعمل، كانت في حاجات كان ممكن تتعمل بشكل احسن شويه، حاجات زياده ممكن تتعمل، بس لا، انا راضي الحمد لله. واهم حاجه برضو حته الرضا دي، ان انت مهما حصل في الكليه او مهما حصل في حياتك عامه تبقى انت شخص راضي، تقول الحمد لله. والله حصل لك حلو، حصل لك وحش، الحمد لله. انا مثلا في الاول في ايام ثانويه عامه ربنا ما كرمنيش باللي انا عايزه، ايه اللي حصل؟ قلت الحمد لله. ولما دخلت الكليه حاسبات حمدت ربنا اني لا دخلت حاسبات لا دخلت هندسه ولا دخلت فنون جميله. والحمد لله في وجودي في حاسبات. لما دخلت الاي تي اي اتحطيت ويتنج، الحمد لله. هي لو كانت خير كانت جات لي من الاول. ولما دخلت الاي تي اي بقت معروف الاي تي اي عمرو ويتنج. حتى كل السوبرفايزرز اللي هناك كان كل ما يشوفني ينكش فيا يقول لي انت بتعمل ايه؟ انت مش انت ويتنج ليست؟ فلا، انت كل حاجه في الكليه ليها سبب، فاستغل وجودك في الكليه صح. هتقابل الحلو هتقابل الوحش. بالنسبه لك الكليه انت ممكن تبقى شايفها رخمه، مجال جديد وقرف وبرمجه ومش عارف ايه وبتاع، بس لا، فعلا عيش حياتك صح واستغل كليتك صح. خلي وقت المذاكره مذاكره، وقت الكورسات كورسات، وقت الهلس هلس. عادي، في الاول وفي الاخر دي حياه جامعيه، عيشها صح واستمتع بيها صح. بس كده احنا كده خلصنا. انا انبسطت جدا، كانت حلقه حلوه جدا، شكرا بجد. والله شكرا جدا جدا ليكي. انا والله لسه كنت راجع من السفر امبارح ومخنوق، قلت اجي افضفض معاكي شويه. بس كده ما تنسوش تعملوا فولو على يوتيوب وفيسبوك. كان معاكم هديجة عمرو من بودكاست GDG. لو حابين تقولوا لنا اي حاجه في الكومنتس، لو حابين مواضيع عن حلقات جديده يا ريت تكتبوا لنا. يلا، السلام عليكم.